مقيده ضمن قوائم فرق الدوري الممتاز. في لعيبه اخرين طبعا مش موجودين. كم ده وصل 58 لاعب. الصوت يا شباب، الصوت يا شباب. الدوري العام مجموعه المحترفين الموجودين خارج مصر. كان الهدف الاساسي بالنسبه للتجمع الاول هو التركيز على مجموعه اللاعبين اللي ما شاركوش في الدوري العام او شاركوا لفترات بسيطه جدا، للتعرف على امكانياتهم وللتعرف على قدراتهم. الحاجه الثانيه اللي انا باكدها يمكن بقول حاجه و50 لاعب في الاربع ايام دول قسموا الى فترتين. الفتره الاولى هيبقى فيها ما يقرب من 30 لاعب الموجودين معانا النهارده، وبعدين بانتهاء تمرين الغد في مجموعه هتمشي. مش معنى مجموعه هتمشي ان تم اخذ قرار بالنسبه لهم، بل بالعكس ممكن بكره حد يظهر بشكل كويس خلال اليومين دول يمشي وحد فرصه لمجموعه اخرى، لان زي ما انا بقول العدد حاجه و50 لاعب. هو ده الهدف الاساسي، التعرف على امكانيات وقدرات اللاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل مستمر. بكره بعد التمرين الصباح يمكن ما تمش استدعاء لاعبي انبي والاهلي في مباراه ما بين انبي والاهلي بكره، هنتفرج عليها برضه. هتبقى فرصه ان انا اتفرج على القوام الخاص بكل فرق الشباب سواء لفريق انبي او الاهلي، فهتبقى يعني العدد اكتر. كابتن حسام، هل سيتم تقييم اللاعبين من خلال التمرين فقط ولا في مباريات وديه هيتم حضرتك؟ هو انا عاوز اقول انا عندي مشكله كبيره جدا. المشكله الكبيره بالنسبه لي نمره واحد القوام ده هتبقى فيه مشكله كبيره، ويمكن انا في البدايه مش بقول مبررات، لكن بقول بالفعل من خلال خبرتي ان في هيبقى مشكله بالنسبه ان هيبقى في مجموعه كبيره جدا موجوده مع فريق المنتخب الاول بشكل مستمر. وزي ما انا بقول طبعا الاولويه للمنتخب الاول نتيجه ارتباطات رسميه قبل المنتخب الاولمبي، لكن لابد يبقى هناك تنسيق برضه، لان في بعض الاوقات اذا كان هناك لعيبه هيتم استخدامها فبالتالي هرحب ان انا استغنى عنها للمنتخب الاول، لكن لو ما كانش هيتم استخدامها يبقى الافضل والاولى ان انا يكونوا موجودين معايا، لان بالفعل انا بكون القوام الاول، وبعد ما اكون القوام افكر في الماتشات الوديه. فالمعسكر الاول والمعسكر الثاني ده كل التركيز ان انا اصنف اللاعبين اللي هم ما بيلعبوش في الدوري بشكل مستمر، اتعرف على قدراتهم، ابتدي اكون القوام الخاص بي انا وابقى مستعد لتنظيم المباراه الوديه ان شاء الله. كابتن حسام، طبعا الفتره القادمه عايزين نعرف منك اول الخطوات الرسميه ليك امتى، وفي نفس الوقت هل الوقت الجايه بالنسبه لك ولا لسه في المنتصف؟ لا، انا قدمت البرنامج الخاص ب 2014، يعني انا ان شاء الله هدفنا الاساسي تاهل لاولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، هو ده الهدف الاساسي، وده ان شاء الله باذن الله لو تم يبقى هو ده الانجاز اللي من اجله بيشتغل المنتخب الاولمبي، ان احنا نبقى موجودين في الاولمبياد ان شاء الله بالبرازيل. لكن على الجانب الاخر يمكن انا قدمت البرنامج لاتحاد الكوره ل 2014 على اساس كل مرحله بقيمها بذاتها واشوف ايه متطلبات المرحله واشوف ايه اللي انا ممكن اعمله، وارتباطي بالمنتخب الاول، لان المنتخب الاول زي ما انا بقول هيستعين بكم برضه من لاعبي المنتخب الاولمبي، ويمكن يعني من سوء الحظ، انا مش عاوز اقول من سوء الحظ، ويمكن من حظ الكره المصريه ان هي بتكون جيل جديد، لكن من سوء حظ المنتخب الاولمبي طبعا ان هو بيتكون منتخب قوام للمنتخب الاول جديد، هيبقى في استعانه بافراد وكم اعتقد ليس بالقليل من لاعبي المنتخب الاولمبي. هل تم اختيار هؤلاء اللاعبين بناء او من خلال ايوه كده هو كده، لا مش من خلال ترشيحات بس، يعني زي ما انا قلت دول موجودين في القوائم، موجودين في قوائم الفرق الممتازه، يعني انت القوائم اللي موجوده في اتحاد الكوره بيبقى في اسماء مسجله، بنشوف الاعمار السنيه اللي هي موجوده مع المنتخب الاولمبي، هي دي اللي تم استدعائها، ويعني بديهي جدا ان اي نادي بيسجل لاعب اكيد لاعب مميز، هو بيحطه في قوائم الفريق الاول، قائمه الفريق الاول اكيد بيبقى لعيب مميز ولعيب واعد، فبناء على كده بيتم استدعائه، وفي مجموعه فرق نشأتها مع فرقها كده تبع المباراه، في ترشيحات كل ده على فترات زي ما معلش فين شمالك؟ خطوه لغايه ما نصل للهدف الاساسي هو مع تقديم القرار ان شاء الله نبدا نصل باذن الله نشوف فيه يا باشا يا باشا لا بس هو مش اكيد يا باشا انت عملت ازاي؟ اعداد للوائح الخاصه لكنها لمجلس اداره اتحاد الكوره، وكان موجود فيها كابتن حماده المصري المشرف على المنتخب،
حطينا ضمن البنود لابد من متابعه المحترفين بالخارج، وبالفعل وافق عليها مجلس اداره اتحاد الكره ان هيتم متابعه، لان استحاله انت تسيب اللعيبه دي لفتره طويله وتجيبهم في تجمعات مش عارف هم بيعملوا ايه هناك. يمكن متابعه من خلال النت ممكن تعرف هم بيشاركوا وما بيشاركوش، هيبقى في اتصال بيهم بشكل مباشر بيني وبينهم، لكن لابد انت تشوف الكلام ده عن طبيعه ان شاء الله.